السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا دلوقتي احنا طالعين نحط الاكل للارانب. طبعا مجوعينهم كويس عشان خاطر احنا قلنا ان التجويع ده بيفرق جامد مع الارانب. طبعا انا مش هحط لهم في نفس الحاجات اللي انا حاطه فيها دي، بس بطلع الاقيهم عاملين فيها حمام وبيبهدلوا العلف اللي محطوط. بص بيعملوا حمام فيهم، فطبعا مش هحط فيهم. وجبت بقى ايه، جبت دول يلا كسر جبت البهايم دي عشان احط فيها الاكل، عشان مفيش حاجه ايه تنفع تقعد فيها، ضيقين فمش هينفعوا يقعدوا فيها. فجبت اهو العلف اهو سوبر رابت حلو خالص. وبصراحه من ساعه ما جبته والارانب الحمد لله بقت كويسه، وانا مبسوطه منهم خالص الحمد لله. وهنحط لهم بقى الاكل. لسه ما خدوش بالهم ان في اكل اتحط. بس اول ما خدوا بالهم اتلموا عليه. طبعا ده الصفة وانا بحط الحاجة، يخافوا مني يطلعوا يجروا. اول ما انا اعمل اي حاجة فيخافوا يطلعوا يجروا. شايفين كده هما كلهم واقفين ايه بوزهم بس جوه الاكل، انما الاول كانوا بيطلعوا فوق الاكل وبيبوظوه. كده احسن، مفيش حاجة بتبوظ، وحتى هما ليهم هما نظافة ليهم. بس عشان هما بقى متعودين ان البرايم هي اللي فيها المية والاكل في الحاجات الواسعة، فهم بقى ايه مفكرين ان دي مية، عشان كده ما بيقربوش. لسه بقى بيشموا الريحة وبيجوا ياكلوا اهو. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. انا بنسى اقول لكم الكلام ده خالص طول الفيديو، ما بفتكرش اقول ولا في الاخر خالص. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ليصلكم كل فيديو جديد مني. ودمتم سالمين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.